الفيلم المصري الكبير كيف تتستر على الهزيمة في الخرطوم، بطولة الفنان النجم الغدير عمرو أديب والفنان الكبير محمد فؤاد اللي يتقطع بالسكاكين وإبراهيم حجازي بجميع دور العرض ابتداء من القلعة الحمراء نادي المريخ في الخرطوم. يا باشا دول بيضربوا بالسكاكين يا باشا، الجزائريين في الخرطوم قطعونا يا باشا، دول قطعوا ايديا هما مش خدوا الماتش. طب ليه بيضربونا يا باشا؟ ما يتكلموا معانا احنا، يعني الحاجات دي مش ممكن كده يا باشا. يا ابني السكاكين جت، ابعد مني السكاكين. بص يا عمرو اهي السكاكين عاوزين يقتلونا يا عمرو، يا اخوانا ينقذونا. ده صح حسني مبارك، شوفوا حاجة يرسلوا قوات امن، دي الخرطوم قطعونا يا باشا. بص السكاكين، ابعد مني السكاكين يا ابني، ابعد السكاكين. حمود يا عمرو يا اديب، حمود ارجوك انا عندي عيال بربي فيهم، هديلك لحمة، هديلك فول، هديلك طعمية وهيضرب. ابوس ايديك يا باشا، ابوس ايديك ما تغلبنيش في المريخ. يا حمد يا عنتر، مش حرام عليك يا حمد يا عنتر، مش حرام عليك بعد ما نتأهل ونيجي الخرطوم تجيب فينا جون؟ يمسي عليك يا محمد يا عنتر. بص ده مش منك، دي من الحكومة السودانية. هي اللي وقفت البوليس وقالت له اضرب المصريين. طب فيها ايه لو بعنا الاعلام في السفارة المصرية؟ ما بنجيب فلوس لمصر، ما فيهاش حاجة. ابعد السكاكين يا حمد يا عنتر، ارجوك ما تقتلنيش، انا حمود يا حمد يا عنتر. ايه ده؟ يعني ايه الجزائريين وزعوا مجانا؟ دي الاغبياء ما عندهمش المنتاليتي بتاعت الفلوس. احنا بنعمل يا عم السكاكين هتقتلني يا عم ابراهيم. ابوس ايديك صحي حسني مبارك يجي يتخرجني من هنا. ابوس ايديك، اوعى يا عم، احنا ضربنا ضرب في المريخ. نعمل ايه مش عارفين. تاني اتصل تاني عمرو مدير ابراهيم حجازي. استاذ ابراهيم، احنا ميتين، دي كارثة استاذ ابراهيم يا حجازي. انا معايا سكاكين يا استاذ حجازي، بتبعت فيا اهو، لا يا بطني صاحب وكيل الامن المصرية استنجد يا عم الخرطوم دي ما فيهاش امن، ما فيش حد. دول بيضربوا بالطوب، بيعورونا. انا مت مش اهو. بصوا يا عمرو اديب اهو، انا مت اهو، واخد بالك؟ مت.